هذه رسالة لك إذا كنت ضايع وتشوف إنه مستواك نازل أو إنه فرصك قليلة جدا في السفر إلى الخارج. الموضوع جدا بسيط ومش معقد. الفكرة منه إنه كل ما زاد مستواك التعليمي كل ما سنحت لك فرص أكثر. إذا مستواك التعليمي منخفض فهذا لا يعني إنه الدنيا تقفلت، إنما فقط الفرص قلت. بإمكانك إنك تسعى للحصول على منح أو إنك بتضطر تدخل في جامعات تكلفتها غالية لأنهم يقولون المستويات المنخفضة، وهذا شيء طبيعي لأنه في 3 عوامل لابد أننا نؤمن فيها مثل ما نؤمن فيها نحن في شركة الإيمات. الأول هو الوقت، الثاني هو الجهد، والثالث هو المال. الثلاثة هذولا ما يجون مع بعض أبدا إلا ما رحم ربي. فإذا أنت أردت أنك توفر مال فلا بد أنك تسعى وتبذل جهد ويمكن يأخذ منك وقت، وإذا أردت الوقت والجهد فلا بد أنك تبذل مال. فهذه هي المعادلة، يمكن مش بس في المجال التعليمي، يمكن في كل شيء في الحياة. لذلك أنت لا تيأس، والفرص لا زالت موجودة عندك. في طلاب مستوياتهم منخفضة في مواد معينة ما بتسمح لهم يدخلوا التخصصات اللي يبغونها، فبالتالي بيضطروا انهم يستثمروا في انهم يدرسوا مرحلة زيادة سواء دبلوم او فاونديشن، وهذا بيستغرق منهم وقت وجهد باحتمال اكثر مال. لذلك مرة ثانية لا تفقد الامل، وصدقني في فرص متاحة كثير في جميع البلدان، ما عليك سوى السعي، ان شاء الله ربنا يبرزقك حسب نواياك. عندك هذا انا جالس في ماليزيا بعد ما بديت من الصفر، وكان مستواي مش مرة كويس واضطريت اني اضحي بمال اكثر. لذلك